اول ما تشوفون الدجاج مستوي بهذا الشكل ولون التمن صاير مثل هذا اللون، فاعرفوا هذه الاكله هي مليانه نكهات، ويا الصوص هذا هو الطعم راح يخليكم تختارون اسمها. بالبدايه واهم شيء تحمسون بصل احمر حمسه كل زين لحد ما يتغير لونه، بعدها راح نضيف الدجاج ونحمسه وياه لحد ما يصير بهذا الشكل، واضيف ثوم مهروس ومعجون طماطه، واحركهم زين ويا المواد. بعدها راح اضيف هيل ودارسين ونون بصره وكاري وكركم وفلفل احمر حار او بارد حسب الرغبه، ولا تنسون الملح. واهم شيء نحمسهم كل زين على النار. بعدها راح نضيف مي مغلي ونخليهم على النار 10 دقائق او ربع ساعه. وهسه اجى وقت التمن. دائما تسالون ليش التمن بالمطاعم ما تغير الجوده مالته ويبقى ثابت بنفس الطعم وبنفس القوام، واذا تسووه بالبيت بين طبخه وطبخه تتغير وما يطلع نفس الشيء. ولهذا السبب لازم يكون عندكم نوع تمن الجوده مالته ثابته وعاليه وما تتغير، مثل رز الوليمه معتمد عليه انا بكل وصفاتي ومطعمي وين ما اروح اطبخه. راح اخذ من تمن الوليمه واغسله وانقعه مده 10 دقائق او ربع ساعه. بعدها راح نضيفه ويا الصوص والدجاج واخليه على نار عاليه لحد ما ينشف عندي المي مالته، واول ما يصير بهذا القوام راح اغطيه واخليه 10 دقائق. وبالنهايه حيصير عندكم التمن والدجاج بهذا الجمال، والصوص راح تلقوه اسفل الفيديو بالوصف.